لي وداع لي وداع عذب قلبي لي وداع لي وداع لي وداع عذب قلبي لي وداع. مشاف ودموعي ظلت تهملي بحرقه وتذوب الروح بيلي الحسرة والشقة أعاين عالدرب واتأملي الملقى يبويا وصالح حظ شيحملي الفرقة لي وين عالفارقة من وين حقه بعدهم قلبي لو شم الهوى الخنقه لي وين عالفارقة من وين حقه بعدهم قلبي لو شم الهوى الخنقه ولا ضاع ولا ضاع الأثر بعده ولا ضاع. يا خالة تظل حسرة حد ليليك بين الظلوم، تظل حسرة فرق تيمك بين الضلوع. 3 أيام مرت فاقد الراي، اشي صبر العقل لو صار اسبوع، اش ما طال البعد ما صير نساي، ايش ما طال البعد ما صير انا نساي. ايش بقى عندي يا دنيا وهل تكسرين، اش بعد عندي يا دنيا وبيتك سرين. انا منو الانساه بيهم ياهو ليهو، هواي راحونا هواي راحوا احباب، منو الانساه بيهم ياهو ليهون. تمر بي الليالي واحسب ايام، واقول اليوم ها باكر يعود. اش بقى عندي يا دنيا واهلي غياب، وعز الناس اللي بتراب ما يدفو، اعز الناس اللي بتراب مدفون. شصبر والصبر لا نفع لا فايد، ظلم الدار بالجانة ويزهروا. انا بيا عين ادفنتهم بيدي هاي، شرد للبيت وعليهم ما نشايف مدمع هالعيون. شلون العيد يحلى واهل غياب، بويا شلون العيد يحلى واهل غياب. انا بيا عيد انا بيا حال افرح بيك يا عيد، من غصبا علي صاحبت الاحزان، لان بلايا صحبة الدنيا ما تفيد.
إذن يا عيد لا توقف على الباب، إذن يا عيد لا توقف، لا توقف على الباب، ما يلقى اللي يقلك قول شتريد، بصباحك للمقابر تعتني الناس، وهناك الحزن عالوادم يزيد، وشلال الدمع يجري على الخدود، من ام الولد تسمع اناشيد، تعال تعال وشوفها على الولد شتقول، شجاكوا بالقبور نايم يا الوحيد، راحوا بس الصور ظلت تلوح، سكتة ما أظن بيهن يسمعونا، الزاد ما بيكل طعم عقب الإعزاز، ترى الزاد ما بيكل طعم عقب الإعزاز، ممتلئ بحسرة ودمع ماعون، شلون نفرح بيه وانتم بالتراب يا اخويا، يا ندامة بيا ألم عفتونا. أحد الخطباء ذكر قصة جميلة، يقول شاف مرة تنعى هناك بالنجف، وهالبيت هذا حبيت أقرأ إن شاء الله خلاصة هذا المأتم، كأني بها هذه الأم مفجوعة، فاقدة لها ولد، فاقدة أخو، على أي حال أقرأ هذا البيت. تقول أتمنى يا يما للقبر باب. خلونا نذكر هم الشاعر رحمة الله عليه رياض الوادي بهذا البيت، واسي أصدقاء كذلك. أتمنى يا أخويا للقبر باب، أنا أتمنى يا أخويا للقبر باب، لطب يمك وسمعك ذاك العتاب، ومد طول ويا طولك حدر الترايب، رياض خويا أتمنى الأخو من يدفنون باب القبر ما يسدونه، حتى نجي ونشوف أخونا بعد حلو يا خراب، بويا لونا نعتب عليهم ضيعونا. هو شي جاوب بقبر العزيز، خصوصا هاي البنية اللي اجتمعنا لأجلها، تقول بعد نبعث شباب ورادني الموت، صفيت بلحد مظلم أنا مدفون، مو تنسون خلوني على البال، مروني على أهلي من تذكرون. ما بريد ذم أخويا والله وياك، جارك خوش جار وحبه مضمون، يا الوالد حيدر علي الكرار، والوالي علي ما يخيب الأظنون، والوالي علي ما يخيب الأظنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. أحب أعزي أخي وصديقي وحبيبي كاظم مدلل
واخيه فيصل المدلل على هذا المصاب، ويا رب خاتمة الأحزان. وإحنا تألمنا من سمعنا هذا الخبر، وما أعرف يعني شو أوصف الخبر، إنه من خبر أخويا باسم قال لي العزاء عند كاظم مدلل، يعني ما تحملت عن هذا. واحنا اليوم احنا جينا وقفنا وياه، هذا هي المصاب مصابنا اكيد، والكل احنا مشاركين وياه بوقفتنا وياه بقلوبنا وتألمنا لهذا المصاب، ويا رب خاتمة الأحزان الاخ وحبيبي كاظم مدلل. طبعا تعزية لاخونا الفنان كاظم مدلل وفيصل مدلل بوفاة ابنتهم، وطبعا احنا كلنا مأساة من فنانين من أصدقاء اجينا نواسي الأخ كاظم مدلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله مثواه الجنة. ونشكر الأخ زهير العطواني لتصوير الحدث. أخوكم رحيم طش. اليوم التقينا في عزاء الراحلة ابنة أخت الرائع كاظم مدلل، هذا الرجل الوفي الذي نذر نفسه وروحه لأجل حبيبه رياض الوادي. اليوم يفقد عزيز عليه ابن أخته طبعا، واللي هو يقوم بتربيته. البعض يسألني خلال التواصل الفيسبوك يقول هي بنته، لا هي مو بنته، هي بنت أخته، ولكن قام بتربيتها. اليوم جميع الفنانين الممثلين اجتمعوا بهذه العزاء لتقديم التعزية لحبيبنا كاظم مدلل. يا رب يا رب يا رب الرحمة والغفران لفقيدتنا، والصبر والسلوان لفنان الرائع كاظم مدلل. رب لا تفجع عزيز بعزيز، ولا تجمع المكاره لكل من نحب. أتمنى من الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان للعراقيين جميعا، وأن يبعدنا عن مكاره الدنيا جميعا. شكرا لكم ولكاميرتكم اللي تنقل الحدث. شكرا لكم. الدكتور شاكر الوادي الشرقاوي، الأخ الأكبر للراحل رياض الوادي، رئيس مؤسسة المرسى الثقافية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بكل حسرة وألم طبعا اليوم تم إكمال مجلس عزاء بنتي بالتربية اللي مربيها أنا من 20 سنة، هي بنت أختي ورابية ويا أطفالي، وخطفها الموت من عندنا. الموت حق استغفر الله طبعا، لكن خطفها الموت بعز شبابها، وموت مفاجئ يعني فاجعة. لكن بهاي المناسبة أحب أشكر كل من واسوني من إخوان الفنانين والإخوة المسؤولين والأساتذة التربويين والناس والعشائر وشيوخ العشائر والمعجبين والجمهور، يعني اللي إجاني من كل محافظات العراق، مشكورين. مجرد رادوا يواسون خادمهم وأخوهم كاظم مدلل. كما أشكر الأخ اللي مرافقنا دائما بأفراحنا وبمآسينا زهير العطواني، والأخ المصور علي العطواني. وأشكر الأخ اللي أقاموا مجلس العزاء الشيخ والرادود الحسيني، ويعني عذرا عن ذكر الأسماء، لكن حبيت أقول إنه الموت حق، لكن ربي لا يشوف كل محبينا اللي شفناه من فاجعة، وربي يلهم المرحومة يعني يغفر لها بغفران، يعني بغفران واسع إن شاء الله، ويرحمها برحمته الواسعة، ويوسع قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، ويلهمنا ويلهم والدتها الصبر والسلوان. الحمد لله والشكر على كل حال.